دام دخل علينا الجو الحار اكيد يبي له سويت بارد كذي يسرسح على القلب. راح اسوي اليوم سويت بارد وسهل وان شاء الله راح يعجبكم. خلنا اقول لكم شنو مكوناته. عندي الجبن، عندي الدريم، عندي الحليب المكثف، عندي القشطة الطازجة، عندي كريم كراميل، عندي هني الكيك، وعندي ايس كريم نوعين، وعندي الفراولة، وعندي توت المشكل مجمد. هذه مكونات السويت. خلينا نشوف شلون طريقته وشلون يتحضر. كيك هذه الطريقة. عندي انا كمية وايد راهية، راح الزقها كذي يم بعض. شوفوا شلون صفيته بهذه الطريقة. الحين عندي هالمكونات هذه كلها راح احطها بالخلاط. اول شي راح احط القشطة. بحط علبتين لان عندي الكمية وايد، انا صحن اكبر، اذا صحن اصغر تحطون واحدة كافية. حط طرف واحد بس كافي. احط الكريم كراميل، حط حليب مكثف كمية زينة، مو وايد وايد يعني زينة، نص العلبة شي زين. حط الجبن 5 كافيين، 5 أو 4 كافيين. حطيت 4 مكعبات جبن. الحين أحط التوت، حطه بالخلاط. بعد ما نزلت التوت على المكونات، عندي هني ايس كريم، تخلون كمية راهية وتشيلون منه العود وتحطونه بالخلاط، تحطونه بهذه الطريقة. عندي بعد باقي كمية هني، بس بخلط هذا اول شي بعدين بحط الثاني، عشان لان عندي هني صار الخلاط مفول كذي. صار كذي جاهز عندي. شوفوا سر السويت هني، هذا السر اللي هني. الحين انزله على طبقة الكيك بهذه الطريقة، يكون كذي زين، وبعدين اكمل عليه. شوفوا هذا شلون، هذا على الصحن كامل. الحين الكيك راح يتشرب عدل. الحين صارت عندي جاهزة، خليتها ساعتين بالفريزر. الحين شنو راح ازينها بالتوت والفراولة والايس كريم، ارتبها الحين كذي. توزعون التوت وهذا والطريقة. صار كذي عندي جاهز السويت. ايش رايكم بالتزيين؟ زينونه بهالطريقة هذه وتقدمونه سويت حلو، وإن شاء الله إنه يكون عجبكم.